عارفين زمان كانوا بيفرقوا بين الست الحرة والست الجارية ازاي؟ الموضوع ده غريب ومش ناس كتير تعرفه. زمان أوي المجتمعات كانت طبقية بشكل مرعب، في ناس فوق وناس تحت، وده كان واضح جدا في معاملة الستات. الست الحرة اللي ليها أهل واسم وقبيلة كان ليها وضع تاني خالص، أما الجارية دي كانت ملك زيها زي أي حاجة بتتباع وتشترى. والأغرب بقى الفرق ده كله كان بيتعرف من اللبس. في حضارات قديمة كان في قوانين شديدة جدا بخصوص اللبس. الست الحرة كان لازم تبقى لابسة لبس ساتر يغطي جسمها ويبين إن ليها قيمة وحدود. أما الجارية فما كانش مسموح لها تلبس زي الحرائر، ولو حاولت تتشبه بيهم كانت بتعاقب عقاب قاسي. ليه؟ عشان الستر وقتها ما كانش موضة ولا تدين، كان علامة اجتماعية. زي ما الرتبة بتميز الضابط عن الجندي، الستر كان بيميز الحرة عن الجارية. في مجتمعات زي الرومان واليونان، الستات اللي كانوا لابسين طبقات تقيلة من القماش ومغطين جسمهم دول كانوا سيدات المجتمع، قاعدة ومرتاحة وعندها خدم ومش محتاجة تتعرض للشمس ولا الشغل الشاق. إنما الجارية لبسها خفيف وقصير، أحيانا مكشوف مش اختيار، ده عشان تشتغل وتشيل وتحط وتتعرض للشمس وتتعب. فكان الجلد المكشوف وقتها رمز للشقاء وقلة القيمة، مش للتحرر زي ما ناس فاكرة. أول ما حد يشوف ست متغطية كان يعرف فورا دي ست حرة، يعني محدش يقرب لها ولا يكلمها ولا حتى يبص لها بنظرة مش في مكانها، لأن وراها ناس تحاسب. أما الجواري فما كانش عندهم الحصانة دي، كانوا موجودين في الأسواق والبيوت والخدمة، فكان التعامل معاهم أقل احترام وأحيانا بلا احترام خالص. المشكلة إن في بعض المجتمعات بسبب اختلاط الناس بقى في تحرش ومضايقات، ولما حد يتكلم يطلع العذر الجاهز، ما احنا افتكرناها جارية. ومن هنا ظهر مبدأ مهم جدا، إن الستر مش عشان يخبي الست، لكن عشان يعرفها. يعني إيه؟ يعني يقول للمجتمع كله الست دي ليها قيمة، ليها حدود وليها احترام. زمان عشان الست تحترم كان لازم تكون بنت ناس وبنت ملك أو من طبقة عالية. بعد كده الفكرة اتغيرت وبقى أي ست لها الحق في نفس المكانة ونفس الهيبة ونفس الاحترام مهما كان أصلها. أجمل حاجة في الفكرة دي إن العفة والستر بقوا مش حكر على الأغنياء ولا طبقة معينة، بقوا حق إنساني لأي ست. ومع انتهاء زمن العبيد اختفت الفكرة القديمة إن في ست مستباحة وست محصنة، وبقى الأصل إن كل الستات ليهم كرامة واحدة. المفارقة الكبيرة بقى إن زمان الست اللي كانت بتكشف جسمها ما كانتش متحررة، دي كانت مجبرة، جسمها كان شغل وأداة وحاجة معروضة. أما الست اللي كانت بتغطي نفسها فدي كانت بتقول من غير كلام أنا مش سلعة، أنا إنسانة وأنا حرة. الستر عمره ما كان ضعف، طول عمره رمز قوة وهبة واحترام. وفي أي زمن اللي يفهم المعنى ده هيشوف قد إيه الفكرة دي راقية وعميقة. الستر في حقيقته كان نهاية عصر الاستباحة وبداية عصر إن كل الستات يبقوا في مكانة الحرائر والملكات.